جايين كضياف الغفله وعندك غير زوج حبات تشينا جيبيهم وروحي ديري معايا كيكه تشينا اللي يجي خفيف تحسبوه مشرب ونديروه غير في الميكسور على ضربه واحده ويخرج لكم ناجح من اول تجربه. جيبي زوج حبات تشينا قشريهم وطيشيهم في هذاك الميكسور زيدي عليهم 4 حبات بيض هكاك يا بعد فرغي عليهم كاس سكر مع كاس غير ربع زيت ومغرف كبيره خل وروحي حطيهم في الميكسور وارحيهم حتى يتجانسوا. بعدها صفيهم في بول مليح نحي كامل القشور هذوك تاع التشينا الزايدين زيدي ابشري حبه تشينا مع رشه ملح وزيدي اللافاني. انا نحب ندير مولينا درت مغرف كبيره منها مع كيس ونص خميره حلويات وزوج كيسان ونص فرينه. هذا مكان وصفه سهله ومكونات عندكم كامل في الدار. خلطت غير بالفوي فرغتهم في المولا كيك تاعي اللي درت له بابي كويسون ودرت خيط تاع زيت من فوق ودخلته يطيب على 180 درجه مده 50 دقيقه قادر يدي لكم ساعه. المهم حمروه مليح. وهنايا عندي زوج مغارف كبار من معجون المشماش عصرت عليه نص حبه تشينا ودهنت به الكيك تاعي زينت بشرائح تشينا والنعناع وشوفوا لي الخفه. هذا الكيك يجيكم خفيف كيما الغيمه وبنت تشينا طاغيه فيه لازم تجربوه على بالي راح يعجبكم. وهذا ما كان.